السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليكم متابعين قناة ألف فرانكو. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أتمنى منكم الاشتراك في القناة. 3 مواضيع صغيرين جدا عايز أتكلم فيهم. كلام كتير قوي طالع على مرتضى هيرجع تاني رئيس الزمالك، هيتحبس، هيقعد في المستشفى، الحكاية كلها مش مستاهلة كل ده. وكتير من الناس بيتكلموا طبعا. كل اللي بيتكلم هو عنده هدف، إنه يعني نفسه إن الطريقة المعينة اللي بتتدار بيها الكرة المصرية إنها تتعدل، والبذاءات أو الشتايم أو كده تقل. فإن الشخصية يعني أي شخص يبعد عن المشهد ممكن يكون بيخلي المشهد سيء أو يخلي المشهد يعني مش كويس. بيهتم إن هو مش خلاص بقى مش عايزه يرجع وكده، وأخد حكم محكمة فما يرجعش. طبعا هو اللوائح هتتلف شمال هتتلف يمين. آه، يعني أنا بالنسبة لي أنا راجل أهلاوي. الكرة المصرية كاهتمامي بيها كرياضة وبتاع وبحبها، ونفسي منتخب مصر يبقى حاجة كويسة وبتاع، فالأحسن إن احنا نشتغل على الكرة المصرية ككل. وجود مرتضى منصور بيقعد يعمل شوية كعبلة وبيعمل حاجات بيضر الكرة المصرية. عدم وجوده مفيد للكرة المصرية ككورة، لكن كتنافسية كأهلي وزمالك هو وجوده في نادي الزمالك غير مفيد لنادي الزمالك. فخلاص يرجع بقى ما يرجعش، ده فيلم من اول ما القيد ولا مش القيد، ولا ان هو وقف شويه وبعد كده رجع تاني، وبعدين هيجوا وبعد كده يقول لك ده حلوني وسجنوني وعذبوني وكانوا بيطفوا السجاير تحت باطي عشان خاطر بيحاربوا نادي الزمالك وبيحاربوني وانا اللي بتحارب. هو هيعمل فيلم بقى. وبعد سنتين دلوقتي اللي بيقول لك اه والله لا لازم يتحبس، ده شتم كل الناس والله ولازم يتحبس، ده من الزملكاويه سيبك من الاهلاويه. من الزمالكيه اه والله لازم يتحبس، لا الحكايه باظت، وبعدين ده بوظ النادي هو وعياله، ده في سمسره، ده فين الفرقه، اللعيبه كلها بتطلع، ده احنا كشفنا الفلوس اللي كان بيدفعها تركي الشيخ، ما عرفناش نجيب اي موارد، ما عرفناش نجيب اي حاجه، ما فيش اي فلوس، ما فيش اي حاجه، حتى العاب الصالات كلها في انهيار، في كره السله للسيدات مش عارف هبطت درجه تانية، ودي سبحان الله عدت ولا هيشتريها. فالكل شايف ان دي كلها كعبانه، ان هو ما يصلحش. يعني يا ريت حد تاني يقدر يكون يعني يدور نادي الزمالك او يكيد نادي الزمالك، يكون رئيس نادي الزمالك بشكل محترم. جماهير الزمالك بتقول كده بعد شهور، بس شهور كده كام شهر، يعني قول سنه بالكتير قوي، هيجي يقول لك اه احنا كنا ماشيين كويس وبتاع وحلوا مجلس وحبستوا مرتضى منصور عشان يفضلكوا الامور وعشان يجاملوكوا عشان اللي مش عارف مين واقف معاك، وعشان وعلى الرغم كده ان الحبس اتاخر بقدر الامكان بمجامله. وبعد ما تم التنفيذ وبتاع يقعد في مستشفى، يقعد بقى في مستشفى ما يقعدش في مستشفى، هو راجل كبير كده كده ربنا يهديه. قعد ما عادش ملناش فيه، في الاخر هيطلع يرجع نادي الزمالك، اللوائح بتقول عكس كده ان ما ينفعش ان هو يرجع وهيرجع. انا مش شاغل بالي كل ده، يرجع ما يرجعش. انا كاهلاوي لو ما رجعش والله خير للكره المصريه كلها، رجع والله ربنا يصلح حال الكره المصريه وهو فيها كمان. اعمل له اعمل ايه؟ هو كنادي الزمالك هو بيضر نادي الزمالك، هم مش شايفين كده. هم هياخدوه ان هو المضحي من اجل نادي الزمالك، وان هو نادي الزمالك بيتحارب وبتاع وبيحلوا المجلس وبيشيلوا المجلس، وعمرنا ما شفنا النادي الاهلي بيتحللوا المجلس. وانت عمرك شفت في النادي الاهلي حد بيسب ويلعن في الدنيا كلها زي كده؟ عمرك شفت ان اقل حاجه اتهام ان السيديهات واللي انا اقوله واللي ما اقولوش، وان هو عنده اسرار وعنده حاجات؟ في الاخر ان بقى مرتضى بيتحارب من ناس معينه عايزه تحاربه جوه نادي الزمالك، بره نادي الزمالك، الزمالك نفسه بيتحارب. ما هو بيتحارب بسبب الاسلوب اللي بيعمله مرتضى. شيل بقى النادي الاهلي والنبي على جنب، وما تحطنيش بقى ان انا اللي بعمل لك مشاكل. انا لو يعني بعرف اعمل لك مشاكل كنت مرتضى كان المفروض يتحبس من زمن. او لو اقدر ان انا يعني يعني اي حد هيصحى من النوم يسمع خبر ان تم القبض على مرتضى منصور ان هو يعني قال الفاظ خارجه او اتلفظ بشتيمه فلان او علان او ترتان، ما حدش هيستغرب. على الرغم من ذلك لا، انا متساب فتره طويله. فانا لو عندي القدره ان انا اعمل حاجه كنت عملتها، والحكايه مش محتاجه ان انا يعني الف وادور، يعني الحكايه ابسط من بساطه هعملها بكل سهوله. تاني حاجه، يعني ناس كتير قوي من شخصيات محترمه اهلاويه انا بحبهم بيقول لك في لعيبه لازم تمشي، واللعيبه اللي هتمشي، وبدا الكلام على اللعيبه تمشي. انا بقول ان لعيبه الاهلي بعد ماتش الداخليه ده، انا طلعت اخر فيديو ليا اتكلمت فيه، الاداء مقرف، لعيبه مستهتره، لعيبه ومش عارف ايه وبتاع، بس انا يهمني ان اللعيبه دي تبقى احسن، اللعيبه الموجوده دلوقتي تبقى احسن. كولر نفسه حملته المسؤوليه، بس انا يهمني ان كولر ده يبقى احسن، يفوق شويه، يجعر شويه في الملعب، يزعل اللعيبه ويزعل للفريق، عشان ما يحصلش اللي حصل ده، اللي هو نظام لعيبه بترجع لعيبه مش عارفه ترجع، وفرقه قدامنا ناقصه 10، ومع احترامنا للداخليه او ايا كان يجيبوا فينا جون، وكانوا ممكن يغلبونا كمان بسبب شويه يعني استهتار. لكن بقى حته امشي ما نمشيش، اه ممكن في لعيبه انا شايف في الوقت الحالي مستوى ما ينفعش.
ممكن بعد شهرين ثلاثه يحس ان هم لا لعيبه مفيده. كان الشحات كان يقول لك امشي، ودلوقتي الشحات هو اهم لاعب، فالحكايه مش مستقره. فما ينفعش ان انا ادي حكم من دلوقتي، ده واحد. اتنين، حتى لو اديت حكم من دلوقتي انا شايف في لعيبه معينه ممكن تستاهل انها تمشي، مش هتمشي، ما هي قاعده في قرابيزنا. يبقى الحل ان انت مش هدعمهم، فكك بقى من شغل زي احنا الاهلاويه مش بتوع تدعيم بقى اللي هو للمطلق. انا هفوقهم فوق يا حبيبي انت وهو، عشان انت قدامك مطوشه جامده جدا، يا تلعب وتغلب القطن وبعدين صن داونز وبعدين الهلال ها تظبط نفسك، يا ما ت... يا اما انت بالنسبه لي فاشل ومش قد تيشيرت النادي الاهلي، واما يجي شهر 6 بقى او ينتهي الموسم اتفضل من غير ما ترد، نقيمك كده خلال 6 شهور. لكن في الوقت الحالي اللي انتوا عملتوه ده او المطوشه اللي فاتت دي كلها، بعض اداء اللعيبه من غير ما اسمي ناس، اداء مغزي، اداء سيء، اداء مقرف، اداء معفن، اداء ما ينفعش، اللي بيعملوه ده غلط، كولر يتحمل مسؤوليه، خلصنا من الكلام ده. لكن مش هقول له امشي دلوقتي وفلان، يعني مثلا انا بحبه جدا اسلام مهدي، تقريبا اسمه اسلام مهدي، بحبه جدا يعني، بحبه جدا جدا، هو الراجل يعني ليه وجهه نظره ليه كده، بس مثلا انا اختلفت، مثلا هو طلع قال لك 13 لعيب لازم يمشي عشان ننقذ الموسم، مش هينفعوا يمشي. يعني دي رساله انا واحد من متابعينك يا اسلام، يعني انا واحد من الناس اللي بتفرج عليك، بحبك وبحب اتفرج عليك، بس ده ما ينفعش 13 لاعب لانقاذ الموسم. طب هتمشيهم ازاي ومين هيلعب مكانهم؟ هطلع ناشئين ولا هطلع ايه؟ مش ده الحل. وقال اسامي، هو قال كده، يمكن انا مختلف، لكن على رغم ذلك هو حقه ان هو يقول، هو شايف ان هو ده الحل. وانا يمكن ممكن اتفق معاه ان هو ممكن يكون حل في ان مثلا هو يضغط على اسامي اللعيبه اللي قالها، هو قال نطق اسامي اللعيبه بقى، قالوا من 13 اللعيبه دي مش عارف ايه، وانا يعني متفق، يعني مش عايز اقول متفق معاه، الاسامي فعلا اللعيبه دي كلها تغم النفس، بس هو المشكله ان انا مش هنقذ موسم. قال لو مشيت اللعيبه دي دلوقتي اولا مش هينفع امشيهم ازاي؟ باب كده اتقفل، ما بيتفتحناش باب كده زي الزمالك والله. يعني لو بيتفتح لنا باب كده احنا يعني قولوا لنا، ما بيتفتحلناش احنا الحاجات دي، احنا بعيد عن الكذب والكلام ده كله. فحته الناس ويقول لك مثلا والله ديانج لازم يمشي، ديانج مش عارف ايه، خلاص 5 يناير اللي هو كانت كيد في تركيا، لو في حاجه كانت هتتعمل كانت يعني اليومين دول هنسمع عنها. مفيش حاجه، خلاص بقى نوقف على كده، وديانج نفسه مستواه يعني يعني مش يعني الواحد عايز يغلط، عايز يغلط، مستواه وحش وحش، بس ما علينا، خلاص مش مستواه وحش بقى، حلو خلاص كمل. في مدرب، في لعيبه تصحصح، الحكايه كلها، كل غلطاتنا في الحكايه كلها، كل مشكلتنا ان انت في بعض الاوقات مش عارف تقف كويس وما بتبازيش الكوره كويس. يعني في باظات عندنا غلط، بس خلال الفتره دي الباظه بس تبقى كويسه، غير ان انت بقى في ده الباظه ايه، ده الباظه الطبيعيه اللي هو لعيب للعيب، ساعات بتتباظه للمنافس. لا ده في بقى كمان يعني بقى شغل الكوره نفسه، ان انت تفتح على الجنب امتى، امتى تجمع اللعب ناحيه الشمال وتنقلها ناحيه اليمين، شويه حاجات من المدرب لازم يعملها. غير بقى ان كل لاعب من نفسه لازم يدرب نفسه على شويه الاخطاء اللي بيعملها قدام الجون والتشليح اللي بيحصل ده، دي حاجات مسؤوليه اللعيب. لازم اقول لك انت لعيب في الوقت الحالي لعيب سيء جدا، ولعيب مش بجد، يعني انت مستواك مش قد كده، هو اقول بالاسامي لكن مش هقول لك امشي. في شهر 6 بقى، شهر 7 ما يخلص الموسم اقول لك بقى والله يا ريت الناس دي يا جماعه يعني يتشاف فيهم حل، احنا 4 شهور اهو المستوى بتاع فلان ده اي كلام، مستوى فلان ده اي كلام، مستوى فلان ده اي كلام، في الوقت الحالي انتوا ادائكم اي كلام، وايديكم انتوا اللي تنقذوا الامور دي كلها. بالنسبه لموضوع الهلال، حته بس بسيطه عن موضوع الهلال السوداني، ان هو قيد ناس، ما فيش اي حاجه تحصل في الموضوع ده من وجهه نظري، ومن اللي شفته ده قيد جوه الاتحاد السوداني، قيد جوه الاتحاد السوداني. الاتحاد السوداني ما دام اقر كده، افريقيا مالهاش دعوه، ان شاء الله تلعب ب 30 لاعب محترف، هم ما لهمش فيه. المهم اللاعب ده جاي لهم من الاتحاد بتاع البلد، موقع ان اللاعب ده يعني مستوفي الشروط، ما فيش اي مشكله عنده، مقيد لاسم النادي الاهلي، بيجي بقى النادي الاهلي ده باسم نادي الهلال السوداني، يجي نادي الهلال السوداني ده مقيد باسم الزمالك، بيجي لهم زي ما حصل كده مع الثلاث لعيبه، بيجي لهم اللعيب ده بكل سهوله كده وبكل بساطه، الورق فيه 30 لاعب، دي قائمه الفريق، اللعيبه دي كلها متسجلين على السيستم بتاع الفيفا وبتاع اتحاد الكوره، واتحاد الكوره بيقول لهم ان اللعيبه دي دول اللعيبه اللي هم ينتموا لفريق الهلال السوداني او الاهلي او خلاص، هو ملوش فيه بقى، ان شاء الله اللعيبه دي كلها تبقى بره السودان، من بره السودان كلها تبقى لعيبه محترفه، ملوش دعوه. المهم دول 30 لاعب عند الهلال السوداني، خلاص هم ال 30 لاعب دول عند الهلال السوداني، ما تلعبيش حد غيرهم. هي دي كل المشكله عند الاتحاد الافريقي، مش هيمشي حد ولا هيقصي حد ولا هيمشي حد. امتى يحصل ده؟ اما المريخ يعمل مشكله ويطلب بحقه ويتم اثبات حقه. لو تم اثبات حقه جوه الاتحاد السوداني نفسه، هي دي النقطه بقى الفاصله في الموضوع، اللي هو ساعتها
الاتحاد الافريقي ياخد قرار ان انت هنا الفريق الفلاني عمل قيد غلط او عمل حاجه غلط، يتم اقصائه من البطوله بكل بساطه. لكن هو في الوقت الحالي الاتحاد الافريقي مالوش اي علاقه، مالوش اي علاقه، انا ماليش فيه. انا الاتحاد بتاع الدوله بتاعك بعت لي قال لي ان ده والله دي اللعيبه اللي هتلعب، ده الفريق ده اسمه الهلال السوداني، الفريق ده اسمه المريخ، الفريق ده اسمه الزمالك، الفريق ده اسمه الاهلي، ده بيراميدز، ده الترجي، ده ايا كان، دي ال 30 لاعب بتوعه. بعت لك القايمه النادي وكده، بتبص انت وتشوف هل اللعيبه دي مسجله جوه الاتحاد بتاعها وفي في المواعيد المخصصه، والاتحاد تمام ومديهم كارنيهاتهم، واللعيبه دي هو ده قوام النادي ايا كان بقى. يعني مثلا في مصر عندك 5 محترفين ومش عارف 3 تحت السن او 2 تحت السن ايا كان، 5 محترفين ان شاء الله تبعت له القايمه فيها 30 40 محترف، ملوش فيه قايمه 30 محترف، هو مش دعوه بقى الاتحاد الافريقي، المهم الاتحاد يوافق بكده. فالاتحاد بيحط اللوائح بتاعته، انا مش هقيد الا 5 محترفين، فانت بتبقى ماشي على السيستم ده اللي هو 5 محترفين مش اكتر من كده. مش هتقدر انك انت تزيد عن الموضوع ده. ده النادي الاهلي او الزمالك، او انت بتحاول بقى انك تظبط امورك، بتجيب 5 محترفين مع لعيبه مع ال 25 تانيين مصريين، هو الاتحاد يقول لك اه لا، لو جبت لاعب محترف زي يقول لك لا مش هقبله مش هعمله، لحد ما في الاخر انت قيمتك على حسب اللوائح والبنود اللي بيقرها الاتحاد بتاع الدوله، يقول لك والله انت كده اللعيبه دي صح، اه لا تمام قيمتك مظبوطه، واللعيبه دي من حقها انها تتسجل، ودي اللعيبه اللي تحت السن اللي محتاجه انها تتسجل، ودي اللعيبه ايا كان. في الاخر خلاص بيعمل لك ملف كويس جدا ان دي لعيبتك ولعيبه الزمالك واللي طالع الجيش والاتحاد وبيراميدز وفلان وعلان وبتاع، خلاص كده قدم انت القايمه دي هناك، هو بياخد القايمه بيستعلم عنك من الاتحاد بتاعك ان انت مكتب الشروط. يعني الاتحاد السوداني او الهلال او المصري او ايا كان، لاي اتحاد كره قدم قال ان المحترفين 15 لعيب، خلاص من هو قال كده وقيد اللعيبه وسجلهم وبعتهم هيتم ذلك. فالاتحاد الافريقي ملوش دعوه القصه دي مع المريخ او مع الانديه السودانيه، هي اللي تعمل الطعن او الاشكال او الشكوى، او تعمل اي حاجه تثبت الحاله دي ان في 3 متقيدين غلط. في الحاله دي هم يحصل ايقاف او شطب او يحصل عقوبه على الاتحاد السوداني والنادي الهلال السوداني، والكلام ده هيلجأ بيه للفيفا مش للاتحاد الافريقي، يلجأ بيه للفيفا على طول. لو تم اثبات ان في تلاعب او حاجه بيتم الغاء، ساعتها بقى الفيفا الاتحاد الافريقي الكاف اول ما بيعرف ان حصل مشكله ان الناس دي جاملت بعضيها اطلع بره. لكن في الوقت الحالي ملوش دعوه، القايمه دي مش متسجله تمام وتمام تمام، المشاكل بقى عندكم حلوها انتوا. فهو الوقت الحالي هو مش هيقدر، مفيش اي خروج احنا كاهلاويه نركز ان احنا هناكل الاخضر واليابس، الفرق اللي هتيجي قدامنا نغلبها. عايز تبقى بطل اغلب الفرق اللي جايه قدامك، اقف راجل والعب قدام الفرق اللي جايه قدامك. بس في النهايه صلوا وسلموا على رسول الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه، لايك بقى وشير والكلام ده كله. تحياتي ليكم، كان معاكم فرانكو حسن، سلام.